هداف البطولة يغادر النادي الإفريقي. السلام ومرحبا بكم، جينا في فيديو جديد باش نحكيو على آخر أخبار النادي الإفريقي. النادي الإفريقي في الفترة الأخيرة شهد برشا تطورات في الميركاتو، هذا سواء بمغادرة لاعبين سواء بتجديد عقود. قبل ما نبداو في الفيديو نحبكم كلكم تصليوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ونبداو بأول ملاعب واللي هو فراس شوات هداف البطولة التونسية. زوز مواسم على التوالي فراس شوات اللي مشي لكوب دي موند ولعب 3 أطراح مع المنتخب الوطني التونسي سواء كأساسي سواء كاحتياطي. فراس شوات يعني كما أغلبية لاعبية المنتخب ما قدم شيء يذكر في المونديال هذا. نحكيو على ميركاتو. فراس شوات بنسبة كبيرة برشا باش ينتقل للدوري الليبي من بوابة نادي أهلي بنغازي. أهلي بنغازي قدم مبلغ 300 ألف دولار يعني تقريبا 900 مليون توانسة باش يتهدف فراس شوات كما قلنا هداف البطولة زوج مواسم على التوالي ب 17 هدف. فراس شوات قدم سيزون ممتازة على الآخر مع النادي الإفريقي وكان سبب أساسي تقريبا من أفضل 3 لاعبين في البطولة السنة مع نادي الإفريقي، وكنا اخترناه في تشكيلة الموسم كأفضل رأس حربة في البطولة التونسية في الرابطة المحترفة الأولى. كما قلنا فراس شوات بنسبة كبيرة برشا في الميركاتو هذا باش يغادر النادي الإفريقي وهو على أبواب رحيل. فراس شوات كما قلنا اللي قدم سيزون كبيرة وكبيرة برشا وكان عامل أساسي وعامل مهم على الآخر في البطولة هذه اللي فرحت جماهير النادي الإفريقي. وبالطبيعة فراس شوات دخل لقلوب النادي الإفريقي ودخل لقلوب جماهير النادي الإفريقي الكل. فراس شوات 900 مليون شوفوا مبلغ مهم على الآخر في خزينة النادي الإفريقي، سورتو كان إدارة النادي الإفريقي تعرف وين تحط المبلغ هذا وتعرف تجيب معوض الفراس شوات يكون رأس حربة في قيمة الفريق. لكن السؤال حاليا هل انه اداره النادي الافريقي تنجم تجيب معوض في قيمه فراس شوات؟ نعرفوا فراس شوات مازال عنده ما يقدم زوز ولا 3 مواسم على الاقل مع النادي الافريقي، ملاعب جاهز بدنيا. نحكي على المستوى المحلي فراس شوات صعيب ياسر كان تلقى ملاعب يتاقلم مع المجموعه الحاليه مع المدرب فوزي بنزرتي، يتاقلم مع المنظومه ويتاقلم مع اسلوب لعب المدرب. فراس شوات كما قلنا يعرف البطولة التونسية وما فماش تقريبا رأس حربة في الخمسة مواسم الأخرى يضاهي فيها الشواط ويضاهي الأرقام تاعو. وأكبر دليل كما قلنا اللي هو البيوتور بتاع الشامبيونا مرتين على التوالي، وكان بيوتور قبل مع النادي الرياضي الصفاقسي في زوز مناسبات. لذلك في راس شواط نشوفوا خسارة نجم نقولوا فنية للنادي الفريقي. صحيح النادي الفريقي ربح فلوس من الصفقة هذه لكن يقعد في راس شواط ملاعبي كبير برشا وملاعبي مهم في منظومة الفريقية، لأنه بالمبلغ اللي باش يبيعوا النادي الفريقي نجم يجيب معوض ممتاز ليه، نجم يجيب معوض في قيمة فراس الشوات. خاطر كيما نعرفوا السوق المحلية حاليا تفتقر المهاجمين رؤوس الحرب، وحتى المنتخب الوطني التونسي يعاني من المشكل هذا. لذلك النادي الافريقي مش غلط انه تخرج فراس الشوات، لكن غلط انها ما تجيبش معوض في قيمة الفريق وفي قيمة تطلعات السيزون الجاي سيرتو بعد البطولة التونسية. هدف لأن المحافظة على الرابطة المحترفة الأولى الموسم الثاني على التوالي. اللاعب الثاني بنسبة كبيرة باش يغادر النادي الافريقي واللي هو اللاعب معتز الزمزمي متوسط الميدان الدفاعي للنادي الافريقي. وقاد النادي الافريقي اللي زاد هو قدم ثلث موسم اخير نجم نقول محترم مع النادي الافريقي. نعرفوا البطولة التونسية تغطي على مردود اغلب اللاعبين، اللاعب هذا كان منبوذ من جماهير النادي الافريقي لكن في اخر السيزون معه ولا هو كابيتان نجم نقولوا ربح برشا اشواط مع جمهور النادي الافريقي. حاليا معتز الزمزمي باش يخرج من النادي الافريقي وبالنسبة كبيرة برشا باش ينتقل لنادي سيسكا صوفيا البلغاري في الدوري البلغاري في القارة الأوروبية. معتز زمزمي تجربة محترمة مع النادي الإفريقي، أول زوز مواسم تقريبا ما كانش في مستوى التطلعات لكن في آخر السيزون هذه معتز زمزمي قدم ما يشفعله وخرج نجم نقولوا طرحه مع جماهير النادي الإفريقي وخارج السيزون بتاعه، وكان ستابل في وسط الميدان وعمل توازن بين الحالة الهجومية والحالة الدفاعية وعم برشا النادي الإفريقي في آخر السيزون. كان هو زاد من العناصر المهمة في تركيبة فوزي بزارتي اللي حقق البطولة التونسية. سيرتو زاد نذكر في ماتش الديربي معتز زمزمي الحقيقة قدم مردود دفاعي واستبسال دفاعي ممتاز وممتاز على الآخر. نقولوا بالتوفيق المعتز زمزمي ملاعبي ممتاز ملاعبي عنده كاليتي باهية كي نجم يواصل السيزون الجاي مع النادي الافريقي سيرتو كيما نعرفوا كابيتانو يعرف ليكيب وملاعبي ابار تكنيك مولي هو متوسط نجم نقولوا محدود فنيا لكن ملاعبي عنده القرحة، ملاعبي يلعب على المريول، ملاعبي يدخل في الجروب، ملاعبي عنده شخصية محترمة ومحترمة على الاخر. نشوف معتز زمزمي كان ينجم يكمل مع النادي الافريقي لكن حاليا هو اختار الاحتراف في اوروبا. بالتوفيق لمعتز زمزمي، لكن المهم حاليا انه النادي الافريقي بعد ما هز البطولة التونسية بعد خروج بنسبة كبيرة في راس الشوات خروج معتز الزمزمي لازم يعرف كيفاش يعوض الملاعبية هذم ويجيب ملاعبية يكونوا محترمين وملاعبية صغار ينجموا يتطوروا معاه وينجموا يعوضوا النقاص هذه، خاطر مش بالسهل تخرج فرد ميركاتو القادم بتاعك وهداف الفريق.
الملاعب الثالث في حلقة اليوم اللي هو اللاعب ياسين مريح. ياسين مريح قاد الترجي الرياضي التونسي 3 مواسم السابقة. ياسين مريح كان بنسبة كبيرة وخاض أشواط كبيرة إنه باش ينتقل للنادي الفريقي، لكن في النهاية الصفقة فشلت وياسين مريح ما نعرفوش شنو هو السبب لحد الآن. اسكو فشل في الفحص الطبي، اسكو المسؤولين في آخر لحظة تراجعوا في القرار هذا، لكن كما قلنا ياسين مريح الصفقة هذه طاحت في الماء، وياسين مريح مش باش ينتقل للنادي الإفريقي. كنت هبط فيديو وحكيت فيه على الصفقة هذه، قلت إنه ملاعبي ما نجحش نسبيا مع الترجي الرياضي التونسي، لكن الترجي الرياضي التونسي يختلف عن النادي الافريقي. انا شفنا اسامه السهيلي، انا شفنا اسامه بوقرة زاد يتسمى تحسن المردود بتاعه بليز موا مع النادي الافريقي بارابور مع الترجي الرياضي التونسي، بحكم الضغط اقل، بحكم نيفو بتاع البطوله التونسيه مش كيما الشامبيونز ليج. لكن في النهايه ياسين مريح يقعد مدافع دولي، مدافع عنده الخبره، مدافع خاض مسابقات قاريه ودوليه مع المنتخب الوطني التونسي ملاعبي، حتى مع الترجي في السيزون تاع ميغيل كاردوزو كما قلنا 2024 كان مع توغاي احسن دفاع في القاره الافريقيه بالطبيعه مع ميغيل كاردوزو اللي يعرف كيفاش يخدم على الحاله الدفاعيه للترجي الرياضي التونسي. وفي الادوار الاقصائيه الكل قبلنا كان هدف وحيد واللي هو هدف عكسي في النهائي من ركني امام الاهلي المصري. كما قلنا الصفقه هذه تحت في الميل على في خير. ياسين مريح نعرفوه بالتقدم تاعو في السن 33 سنه، هو يعني ملاعبي في البرايم تاعو في ال 25 26 سنه، وكان ملاعبي يغلط برشا، كان ملاعبي عنده برشا هوفيه تخلي عاده في 33 سنه، ملاعبي اعتاب الاعتزال. اكيد فيها خير الصفقه هذه، خاطر ياسين مريح مع الترجي الرياضي التونسي نشوفوا ما عنده ما يقدم، ومع النادي الافريقي زاد احتمال كبير انه يوري نسخه خايبه منه. لذلك النادي الافريقي حاليا لازم يخدم على صفقه مدافع اخر، سيرتو مع بن عبد الحقيقه ما فماش كان مدافع اللي هاني بعد خروج علي يوسف. لازم النادي الافريقي تخمم في مدافع اكسيال يكون جارح وكاسح، خاطر توفيق الشريفي الحقيقه ملاعب يتعرض للاصابه غاب برشا، وهو مردوده الحقيقه ماهوش كبير برشا مع النادي الافريقي في اخر السيزون. لاعب محترم، لكن النادي الافريقي لازم يقرا حساب كل شيء ويجيب مدافع اخر بعد فشل صفقه ياسين مريح. اللاعب الاخر باش نحكيو عليه واللي هو اللاعب يوسف المختاري اللي انتقل لنادي بايرن ميونخ، قاعد في تيست مع بايرن. اللاعب هذا من اصناف الشابه للنادي الافريقي، متالق حاليا مع بايرن ميونخ، في اول زوزات راح مركب بونت وعطى اسيست. لازمنا الحقيقه البطوله التونسيه لازم ترجع كما قبل تصدر البطولات الاوروبيه، وحاجه باهيه برشا انه خليل العياري حل الباب الملاعبيه التوانسه بعد خليل العياري بعد مشي البي اس جي في عمر 18 سنه. من البقلاوه اليوم نلقاو يوسف المختاري ينتقل لعملاق البافاري الالماني بايرن ميونخ، ويساهم في زوز أهداف في أول زوز أطراح. إن شاء الله يوسف مختار يلقى فرصته يلقى بلاصتو في بايرن ميونخ حتى في الأصناف الشابة، باش من بعد كي يخرج يلقى بلاصتو سواء في الدوري الألماني ولا في أي دوري كبير في الأوروب. إن شاء الله ترجع البطولة التونسية تصدر في المواهب، خاطر بالحق نحتاج لهم برشا في المنتخب الوطني التونسي. وهنا شفنا في الكوب دي موند افتقار المواهب وافتقار الملاعبي اللي تكنيكمون يكون متكون في أكبر الجمعيات الأوروبية ويقدم الإضافة مع المنتخب الوطني التونسي، وبالتوفيق من اللاعبي هذا وبالتوفيق من اللاعبية الشبان الكل في البطولة التونسية. الأخبار الآخر في حلقة اليوم اللي هو تجديد عقود زوز من اللاعبية كنا حكينا عليهم في حلقة فارطة مع النادي الأفريقي، واللي هما زوز من اللاعبية الجارديان الاحتياطي غاث اليفرني والمدافع الأكسيال أو الظهيري ياسين بوعبيد. زوز من اللاعبية ذوما جدوا رسميا ب3 مواسم مع النادي الأفريقي. هذا هو الفيديو بشكل كامل، حكينا فيه على اخر مسجليات النادي الافريقي من اللاعبيه باش يخرجوا من اللاعبيه جدوا العقود بتاعهم. هذا هو الفيديو بشكل كامل، ونتقابلوا في فيديوهات جايه.